السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا حاجة ممكن كلنا بنتشدي ليها من كينيا، من محمية ماساي مارا. قصة تحالف 5 أسود قرروا يبقوا ولاد رزق المحمية، بس دول 5 مش 4. معانا قصة تحالف أسود البلاك روك أو الصخرة السوداء بعد المقدمة على طول. معلش بقى دعموني بلايك وكده يعني. أهلا بيكم، أنا نور عجلان وانتوا دلوقتي في بنك العلم. أتمنى لو استفدتوا أي معلومة من الفيديو ده تدعموني بلايك وكومنت، ما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. من محمية ماساي مارا في كينيا، ايه بقى الحاجات اللي حصلت لهم وواجهتهم وخلت ال5 أسود دول اقوى زمرة اسود موجودة لحد دلوقتي؟ في الاول الاسود دي ما كانش عندهم اي خبرة في القتال، ولا عندهم اصلا تخطيط للقتال يساعدهم على انهم يراوغوا وينجوا بنفسهم، وكانوا في الاول بيكتفوا بانهم يلاقوا فريسة صغيرة على قدهم وبياكلوا فيها. حتى كمان كانوا بيقسموها مع الضباع، والضباع في وقت من الاوقات قدرت عليهم وموتت منهم 2. ال5 أسود دول اللي كونوا تحالف الصخرة السوداء كانوا في الأول 9. قصة التحالف ده بتبدأ بعد ما زمرة الأسود اللي هم اتولدوا فيها خرجتهم بره حدود منطقة نفوذها، وده قانون الأسود. الشاب لا بيخرج علشان ما يصارعش الأسد الكبير على السلطة. وبتبدأ الأحداث سنة 2017 لما جه لمحمية ماساي مارا 13 شبل، منهم 4 إناث و9 ذكور، وما كانش حد متوقع ان دول هيتصفى منهم 5 هم اللي هيفضلوا وهيبقوا ملوك المنطقة. وبعد ما الآباء طردوا الأبناء من الزمرة اللي بيحكموها ما كانش سهل انهم يلاقوا فريسة تشبعهم كلهم، وخبرتهم كانت قليلة قوي في الصيد والقتال، وخبرتهم القليلة في الصيد والقتال دي خلتهم يواجهوا أيام صعبة قوي من الجوع والعطش. بس الحياة البرية الإفريقية أجبرتهم على النضال والكفاح، واتغلبت عليهم طبعا غريزة البقاء، واجبرتهم كمان على اكتساب المهارة الكافية للمعارك، وكمان اجبرتهم انهم يستحملوا التغير المناخي والحر الشديد والجفاف، لان للاسف المنطقة مصادر المية فيها كانت قليلة جدا، وده هيخلق صراعات قوية على بقع المية القليلة اللي في المحمية، لان كتير من المخلوقات الضخمة والمفترسة هتتعارك برضه وهتقتل اللي يقرب من المية. وبغريزة البقاء الاشبال قاومت بكل قوتها واستغلت الجثث المنتشرة في المنطقة عشان تسد جوعها، وكانت بتتنافس مع النسور والضباع. ولأن الضباع ما بتحبش تشارك وجبتها مع أي حد، فده خلق تشاحن وصراعات انتهى بمعركة عنيفة جدا بين الضباع والأسود. والمعركة دي مات فيها 2 من الأسود كانوا ضعاف. ساعتها الذكور ال7 اللي فاضلين انسحبوا لما عرفوا ان هم ما عندهمش خبرة قتالية تأهلهم انهم يقتلوا الضباع. والضباع ما استنتش للفجر وهجمت تاني على الأسود، لأنهم عرفوا ان الأسود ضعيفة وما عندهمش خبرة قتالية، والضباع ذكية واستغلت ده. بس ساعتها في واحد من الذكور ال7 قرر انه يدافع عن الزمرة بتاعته، وده كان الأسد أولوبورو، واسمه ده معناه الغضبان أو الهائج. وأولوبورو لوحده قدر فعلا يهزم الضباع ويرجعهم وما يقربوش من زمرة الأسود بتاعته تاني. وأولوبورو لوحده قدر يقتل 2 من الضباع. ساعتها الضباع خافت ورجعت، وطبعا أولوبورو ساعتها كان حاسس بقى انه الملك، وجاب الجثتين بتوع الضباع واتغدى بيهم هو واخواته. ساعتها أولوبورو بقى قائد الاشبال بعد ما شافوا قوته وشجاعته، واستمر الحال كده لفتره مش قليله لحد ما بدات بذور النزاع بين أولوبورو واخواته على الحكم والسيطره، لان فيه من اخواته اسود كانت رافضه سيطرته عليهم. وفعلا حصل بينهم صراع عنيف جدا، وكانت نتيجه الصراع ده ان أولوبورو قتل واحد منهم. وكده الزمره بقى عددهم 6، 5 أسود غير أولوبورو القائد. ومن هنا شكل أولوبورو التحالف بتاعه اللي سموه علماء الحيوان البلاك روك او الصخرة السوداء. بس كان في اسد اسمه أولومينا ومعروف باسم الاعرج، لان أولومينا حصل له تلف في الاعصاب بعد معركتهم الاولى مع الضباع، واصابة أولومينا كانت قوية وده خلاه ما يقدرش يطلع مع زمرة الاسود لاصطاد، فبقى موجود مع الاناث للتلقيح وفي نفس الوقت حماية زمرة الاناث. الزمرة كمان كان فيها العضو الثالث أولوشيبا، وده كان بيتميز بانه حذر جدا وعنده قوة ملاحظة.
اولوشيبا كان بيختفي كتير وبيبعد عن التحالف وبيرجع تاني، والعضو الرابع في الزمره دي كان قال اولوكروب، وده كان عنده علامه واضحه جدا على مناخيره حصلت له بسبب اصابه مع جاموسه كان بيصطادها. الاصابه دي ما سابتهوش سليم، ضيعت من عنده حاسه الشم، بس ده ما اثرش عليه في حاجه وفضل عادي بيصطاد الفرائس بالنظر وبقوته. ورقم 5 معانا هو اولوسيادو، وده كان مشهور بانه صياد بارع جدا وكل التحالف عارف كده. وكانت احلى لحظات حياه اولوسيادو لما بينط على فريسه كبيره ويركب على ظهرها او اي حيوان كبير زي الزرافه والافيال. ورغم التحالف القوي ده الذكور الشابه دي فضلت قريبه من منطقه نفوذ ابائهم اللي لسه بيحكموا القطيع الاصلي بمهارتهم وخبرتهم. ولكن بقى بما ان في تهديدات ومفيش ميه والاكل قليل، قرر تحالف البلاك روك انه يمشي تحالف الاباء، وده بعد ما كانوا بعدوا عن المنطقه ودوروا بره على الاكل فما لقوش، ولقوا ان الموارد بره اقل من اللي في المنطقه عندهم، فرجعوا تاني وقرروا يمشوا الاباء من المحميه. الاسود دول كان في بينهم روح محبه واحترام جدا للقائد اولوبورو، بس فجاه لوسيادو اختفى. ولما رجعوا تاني للمحميه خدوا حصون، او نقدر نقول ان بقى عندهم خبره ونشروا الرعب في المحميه كلها، وكانوا بيخوفوا اي اسد يقرب من منطقه السيطره بتاعتهم. وعلشان ياكدوا سيطرتهم وحكمهم على المنطقه دي بقى يجيبوا من الاناث اشبال كتير عشان نسلهم الخاص ينتشر في المكان كله، ومفيش اي اسد يقرب من المكان ده تاني. كل ده ولسه الخطر موجود لان لسه ما تخلصوش من ابائهم الثلاثه، ودول اقوياء ومخضرمين وعندهم خبره في المعارك ولسه بيتمشوا في المنطقه وعلى الحدود وبيشكلوا خطوره على تحالف البلاك روك. ساعتها اولوبورو والزمره بتاعته قرروا انهم بقى يخلصوا من ابائهم وراحوا لهم، وكان في انتظارهم 2 من ابائهم بالاضافه للاشبال الجديده. المواجهه دي كانت فظيعه وعنيفه جدا واتقتل فيها 15 شبل وكذا انثى. كل ده واولوبورو مش مبطل لانه طمعان في السلطه وما كانش عنده اي استعداد انه يخسر نفوذه، وقرر انه يفرض نفوذه على كل المنطقه حتى لو كان الثمن حياه اخواته او التحالف بتاعهم. وانتهت المعركه دي بانه اولوبورو وزمرته فازوا على زمره الاباء، وكعاده اي اسد في الحاله دي قتلوا كل الاشبال اللي موجوده. بعدها اولوبورو واخواته حبوا يسيطروا على كل قطعان الاسود اللي موجوده وراحوا هجموا على قطيع لوك اوت، وبعدها راحوا على قطيع ماجيا فيسيا وحكموا الزمرتين بكل قوه. لكن اولومينا واولوكروب حكموا قطيع رونجاي. وسنة 2021 اعتدى تحالف أولاد الشجرة الكبيرة على منطقة تحالف بلاك روك، بس تحالف بلاك روك صد عدوان تحالف أولاد الشجرة الكبيرة وخرجوهم بره منطقتهم خالص، وفضلت المنطقة تحت حكم البلاك روك لحد دلوقتي. بعدها بشوية أولومينا ساب القطيع ومشي، وشوية ورجع تاني، والناس استقبلوه وفرحوا بيه لأنه واضح إنه ملقاش بره أكل أو مأوى، لأنه رجع هزيل زي ما انتوا شايفين كده. وبس كده خلص موضوعنا النهارده. أتمنى لو عجبكم الموضوع تدعموني باشتراك ولايك وكومنت حلو زيكم كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.